السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل كده يا بنات. هنعمل طريقه بانيه سهله جدا وبسيطه. هنجيب كده كميه من البصل فرمينها كويس جدا، وثلاثة من البيض زي ما انتوا شايفين كده، ونقلبهم كويس. وهنا البهار بتاعنا النهارده ملح وفلفل اسود وبابريكا وحبه ملح مبهر معلقتين كده كبار من الخل، ونقلبهم كويس جدا كده بالمضرب اليدوي معانا كده. حبايب قلبي قلبناه وظبطنا الدنيا، وكده جبنا قطع البانيه غسلينها كويس وحطيناها في مصفى تصفي المية بتاعتها بالمنظر ده كده. واهم حاجة نص ليمونة حبايبي، انا كنت نسيتها في المكونات. هنعصرها كده على البصل على طول، ونقلب بقى تبقى من ضمن الخلطة بتاعتنا النهاردة. انسي بقى الزفارة، انسي اي حاجة بقى مش عاجباكي في البانيه. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة وحلوة جدا. تبلنا كل الكمية، هنغطيها بقى، تحطيها من بداية ساعة لحد ما انت عايزة. اهم حاجة ما تقلش عن ساعة في التلاجة. وبعد كده تبدأي تجيبي البقسماط بتاعك الناعم وتقلي بقى على طول. كلها حاجات موجودة عندك في البيت وسهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة الزيت بتاعنا يبقى سخن، ما يبقاش على البارد، عشان الكفر بتاع البانيه ما يخرجش من القطعة. شايفين ما شاء الله المنظر والطعم، وطري جدا من جوه. طعمه جميل جدا. شايفين مستوي جدا معاكي، مستوي جدا وحلو قوي. حتى لو القطعة تخينة معاكي ماهيش رفيعة، لا بتطلع مستوية جدا وجميلة معانا. طريقة سهلة جدا وبسيطة. جربوها بأي كمية، حتى لو عندك عزومات، لو عندك كمية كبيرة من البانيه ما تقلقيش خالص. الطريقة ديت ان شاء الله هتسهل عليكي يعني الكمية، وتسهل عليكي الوقت كتير، وان شاء الله الطعم والريحة يعجبوك جدا. بألف هنا وشفا، مع السلامة.